السلام عليكم. معكم كريمة أو مرحاب. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم الحلوى ديال الرخامة بالطريقة الأصلية القديمة على بركة الله. عندي كيلو ديال الكاوكاو أو الفول السوداني البلدي، نقيه مزيان، نديرو في اللاطة وندخلو الفران حتى كيتحمر. غادي نجبدو ونخليه حتى كيبرد ونقيه بهذه الطريقة اللي كتشوفوا، يعني ما غنقيهش كامل. غنديرو في الهاشواغ ونطحنو جيدا. من بعد غنضيف له قصاشيه زهره البرتقال ومعلقه كبيره ديال القرفه. في واحد الكاسرول غادي نضيف تقريبا واحد الكاس ونص ديال العسل وجوج معالق كبار عامرين ديال الزبده، وغادي نديرهم فوق النار ونخليهم حتى كيذوبوا جيدا، وبهم باش غادي نجمع كاوكاو. غنضيف الخليط بالتدريج، نجمع المكونات مزيان، نعلك كاوكاو باش كيخرج الزيت اللي فيه، ونحصل على واحد العقده معلكه بهذه الطريقه. شوفوا لي التعليكه كيفاش كتكون، كيجي معلك. غناخد بلاستيكه نفرشها فوق طاوله العمل ونبسط العقده جيدا. غادي نوضع بلاستيكه اخرى فوق منها وغادي نحاول نقادها بالمدلك. غناخد كميه ديال الشوكولاط الاسود، غنوضعو في واحد الاناء وندوبو في البالماري. غادي نوضعو فوق المستطيل ديال العقده وغادي نحاول انني نبسطو باش ياخد ليا الشكل ديال المستطيل، ونحاول انني نزرب باش ما يجمدش ليا لان الجو بارد. صافي هنايا غادي نخليه حتى كيجمد تماما، ما ندخلوش للثلاجه نهائي، نخليه غير فوق طاوله العمل حتى كيجمد ويقبط راسو مزيان. غادي نوضع البلاستيكه فوق الشكلاط وغادي نقلبها للجهه الاخرى. هنا غادي ناخد الشكلاط الابيض حتى هو غادي ندوبو، وبنفس الطريقه اللي درت للشكلاط الاسود غادي ندير حتى للشكلاط الابيض. يعني غادي نوضعو فوق المستطيل ديال العقده وغادي نحاول انني نبسطو. من بعد غادي نذوب القليل من الشكلاط الاسود، غادي نديرو في البلاستيكه وغادي نتقبها بالكوردون واحد جوج او ثلاثه ديال التقيبات، وغادي نوضع خطوط بهذا الشكل فوق الشكلاط الابيض. غادي ناخد الكوردون وغادي نحاول ما امكن انني ندير خطوط بالكوردون باش كنحصل على هاد الزخرفه. غير نحاول انني نزرب باش ما كيجمدش لينا الشكلاط. صافي نخليه حتى كيجمد تماما فوق طاوله العمل، وغادي ناخد سكين اللي كنكون دايره في المطايب نمسحو مزيان من داك الماء، وبيه باش كنبدا كنقطع هاد المستطيلات. علاش كنديرو في المطايب؟ باش الشكلاط ما كيتهرش ليا ملي كنكون كنقطعو. غنستمر بهاد الطريقه حتى كنقطع المستطيلات كاملين. ملي كيكون السكين سخون بسهوله كيتقطع لينا الشكلاط بدون ما يتكسر. صافي غنبقى بحال هاد الطريقه حتى كنسالي القطع او المستطيلات كاملين اللي عندي، ودائما كنستعن بالمطايب، يعني السكين كيكون في المطايب باش دغيا كيتقطعوا لينا القطع. غادي نقطع بهاد الطريقه المعاكسه باش كنحصل على معين. شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي، ما كيكونش غليظ بزاف وما كيكونش رقيق بزاف. هنا ممكن تخليوه كما هو بهذه الطريقه، او ممكن كاضافه توضعوه في الكويعطات. كانت هذه هي الوصفه ديال هذا النهار، نتمنى تجربوها، والسلام عليكم ورحمه الله.